السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد وجد مميز لأن الوصفة محبوبة الكل اللي هي ميروندينا. واليوم إن شاء الله نوجدوها بحجم عائلي، وشكون اللي ما عندوش ذكريات مع ميروندينا ورايبي جميلة. فهذا كان هو القوتي ديالي ملي كنت كنقرا. فأي واحد عنده ذكريات معها اكتبها لي لتحت في التعاليق. ويلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فعندي هنايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، 200 غرام من الدقيق الأبيض، 16 غرام من الخميرة الكيميائية أو بيكنج باودر، 100 غرام من سكر سنيدة، و100 مليلتر من الزيت النباتية، 100 مليلتر من الحليب، سكر المنسم بالفانيلا، وقبصة ملح. والحشو عندي هنايا كاوبيل، او الا ما كانش متوفر يمكن لكم تستعملوا نسكويك او الكاكاو المر. فنمروا للطريقه. عندي هنايا في الطراب الكهربائي وضعت البيض ديالي، ثم نضيف ليه القبصه من الملح والسكر سنيده ثم الفانيلا، ونخدم العجينه ديالي ونطرب الكل حتى يتضاعف الحجم ديال البيض. فمن بعد ما تضاعف لي الحجم البيض كنقص من سرعه الطراب، ثم كنضيف ليه الزيت النباتيه. فالمقادير كما العاده غتلقاوها تحت في صندوق الوصف. والحليب، وصافي كنحبس الطراب. ثم كنجيب هنايا هاد الصفايه، كنضيف الدقيق ثم الخميره الكيميائيه او البيكنج باودر، وكنخلط هكا بسباتول. صافي من بعد ما خلطت الكل، هنايا نسيت ما قلت لكمش في المقادير نوضعوا ملعقه من الخل، فكيعطيه هشاشه للكيك. وكنخلط الكل مزيان. فانا هنايا وجدت 3 ديال الزلايف. غنقسم الخليط ديالي على كميه متساويه. فانتم غتلاحظوا معايا الطريقه. فكنديروا كميه كما قلت متساويه. فهنايا انا درت عينيه ميزاني. فكنكون هنايا موجده مول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق الا بغيتو. فانا درت في القاع ديالو ورق المطبخ كما كتلاحظوا. فكنجيب هكا واحد الزلافه كنخويها هكا في المول اللي كنكون مشعله الفران على درجه الحراره 180. صافي وكندخلوا الفران غير مشعول غير من التحت فقط كما كتلاحظوا هنايا. فخرجته من الفرن. فكنحديو هكا غير بيدي. ملي كنلقى العجين ما لصقش ليا في اليدين فكتكون هي جاهزه. فكنجيب القليل من الكاوبيل او نسكويك كما قلت لكم اللي متوفر عندكم. فكنرشو هكا بالصفايه باش تجي لي ديك الطبقه. ثم كنجيب الكميه الثانيه وكنخويها هكا على الكاكاو. فانا هنايا غندير 3 طبقات. نتوما اي عدد بغيتو ديال الطبقات ممكن ديروها وحده او جوج او 3. صافي وكنردها للفران يكون مشعول من التحت والفوق. صافي المهم مده اللي كتبقى في الفرن هي فقط 10 دقائق ما نفوتوهاش. صافي وكنجيب مره ثانيه هكا الكاكاو كنديرو عاوتاني من الفوق. ثم كنجيب الكميه الاخيره ديال الكيك او خليط الكيك.
وكندخلوها للفرن حتى تكمل الطياب ديالها كامله، حتى تحمر ليا يعني مزيان. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. وكنزول ليها المول وكنخليها تبرد على خاطرها. نتوما كتشوفوا كتجي محمره وجد هشيشه ورطبه. فهنايا الكاناش عندي 120 غرام من الشوكولاته السوداء و 120 غرام من الكريمه سائله. الا ما كانش الشوكولاته او الكريمه غير متوفره يمكن لكم ديروا دانيت ديال الشوكولا، يعني تبدلوها بدانيت ديال الشوكولا وتوضعوها في المكان ديال الكاناش. صافي كنخلط هكا مزيان، ثم كنضيف ليها ملعقه من الزبده باش غير تعطيني داك البريو. هنايا بعد ما برد الكيك شويه يعني غير دفا، صافي كنزول له الورق ديال المطبخ. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. وكنديرها هكا على الشبكه، ثم كنجيب الكاناش ديالي بعد ما برد شويه او دفا وكنديروها كامل الفوق حتى كيتغطى، عفوا حتى كيتغطى ليا الكيك ديالي كامل. كما قلت لكم الا ما كانتش الكريمه او الشوكولاته متوفره يمكن لكم ديروا دانيت ديال الشوكولا وتغطيو بها الكيك. فاعزائي المتتبعين، هذه هي الميريندينا ديالنا، كتجي زوينه في المذاق. وبالنسبه للجاليه المغربيه فتقدروا دابا توجدوها وتجربوها في المنازل ديالكم. مقادير جد بسيطه، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وتشجعوني اكثر باللايكات واشتراكات في القناه، وفعلوا الجرس لتتوصلوا بكل جديد. والسلام عليكم.